انت تعرف ان الحجاج ابن يوسف مات موتة مرعبة محدش ماتها؟ موتة مصحوبة بدعوات 120,000 ضحية و50,000 مسجون. الحجاج اللي يعتبر ملاك بالنسبة لحكامنا العرب دلوقتي سلط ربنا عليه دود في بطنه وهو مرض التدويد. اخر واحد عذبه وظلمه الحجاج كان هو التابعي الجليل سعيد بن جبير، فدعا عليه وقال اللهم لا تسلطه على احد بعدي. فاتصاب الحجاج بمرض التدويد. مرض التدويد واللي يعرفه علماء الحيوان والطب البيطري بان يرقات ديدان وانواع من الذباب بتنخر في احشاء الكائن الحي. الحجاج اتعذب لدرجه ان طبيبه ربط قطعه من اللحم في خيط وانزلها في جوف الحجاج، ولما خرجها بعد ساعه لقى قطعه اللحم مليانه دود. الديدان حرفيا حولت جوف الحجاج المتجبر لنار، نار سحبت الطاقه من جسمه، فكان بيحس بالبرد الشديد جدا، فكان بيتعذب بالنار في جوفه والبرد في عظمه وجسمه. امير الطغاة المتجبر واللي كان بيخون كل معرضيه وقتل وعذب من الصحابه وآل البيت، ربنا عاقبه بنار الدنيا. فكان بيصحى من نومه ويقول مالي وسعيد بن جبير، ها سعيد بن جبير يمسك بعنقي ويقول فيما قتل